ترفرف بأجنحتها فوق القبة الذهبية بين الأوامين والأروقة المزينة بالزخارف والآيات القرآنية، ترتل نشيد الحب لعلي وتشدو به هديلا يمنحك الإحساس بالسلام والطمأنينة، فينتابك شعور بالراحة والانبهار حينما تراها. إنها الطيور المحلقة حول المرقد المقدس لأمير المؤمنين عليه السلام في المدينة التي شرفها الله تعالى بذلك المرقد، مدينة النجف الأشرف. وهذا الرجل الذي يأتي من مدينة أبو صخير وهي تقع ضمن محافظة النجف الأشرف، يأتي ويزور الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعدها يقوم بتقديم الطعام لهذه الطيور حيث يحدثنا عن ذلك. الثانية للسيد، الثالثة بركة. شو تجيب؟ ليش؟ جواعة الناس ما حد يرحم بيه، قليل كلش ما حد يرحمهم، بس انت زين يعني، جزاك الله خير. هذا الحمام قلت نوعه حضري. حضري زين، لان هذا مال الولاية خاص، بس الصحن اللي مالي خاصة الإمام. يعني والزواجل يختلفن لو هن نفسهن؟ لا هن نفسهن تكثر. لا هن نفسهن زواجل؟ لا الزواجل. اي زواجل. وكو قبل حمام مال الرسائل هو نفسه هذا يستخدمون. احسنت. من يبت الداري بيهن انت هنا؟ وتقريبا صار 6 ايام. زين هسه هذا الاكل اللي تجيبه لهن شنو نوعيته هذا؟ والله هذا نوعية الزوار الزايد، يبقى من عندهم اجمعه واجيبه من السلات والمهملات. الناس الزاير اللي عنده زايد ما يطيق يجيبه يذبه بالسله. انا شو اسوي؟ اروح اكمل ارتبها واطلع لي اياها، انظف الباقي من عنده الفضلات اطلعها، واللي يستعملها اللي ياكله انا اجيبه، وما ياكله انا اطلع. زين اما بيته قلت على ذيك السقيفه. السقيفه هاي مالت الصحن. ما شاء الله. زين هذا لا وين يبقى هنا؟ هذا هو هنا على طول الوقت، يعني مثلا بالعشرة ب11 يتواجد هنا لو يطير؟ بالليل لو لا بالنهار بالعشرة لحد كل 9 وبعدين يطلع. ليش؟ تجي الزوار يجون محافظات يصعد بعد يذوها واحد ياخذ. طبعا السقيفة هاي تابعة للصحن، يقعدون بها الزوار جواها في كيفون زوار عليها. زين الشمس ما يأثر عليه الشمس؟ لا يعني لا هذا من هو ما شاء الله ضد الشمس، هذا الله خلقه حيوان يعني متكامل. انت شو تقول هسه اقل لو قبل اكثر؟ انا قبل اكثر من هذول. وش شوف البزون هذا، وش شوف البزون هذا خطيه ياكل بيه. وفي هذه الأثناء قام قط شرس بمهاجمة الطيور، فبدأ الرجل بالضجر منه وقام بملاحقته. فهذا الرجل الذي يرعى هذه الطيور منذ 3 سنين تقريبا يبدأ بالضجر والملل عند اقتراب كائن من يكون من هذه الطيور من صغار وقطط وإلى ما ذلك. وللحمام أو حمام الحضرة كما يسميه النجفيون وزوار الإمام علي عليه السلام قصص وحكايات ترويها ذكرياتهم بمنظره وهو يحلق بين التراب والذهب ويصفق بأجنحته بين القبة والمأذنة
وشرفات المنازل في مدينة أبي تراب علي الدر والذهب المصفى. ولله در الشاعر النجفي سيد غياث البحراني إذ يقول: هذا علي مغيث اللاجئين به، باب الحوائج حامي الجار والحجر، حتى الحمام احتمى في طهر مرقده من بعد ما شردته غربة الشجر. يقول مرتجى حسين: يذكر لي أحد أجدادي إن أحد أمراء الهند زار قبر الإمام علي عليه السلام منذ مئات السنين، وأهدى له مجموعة من الطيور بدأت تتزاوج وتتكاثر وتبني أعشاشها وسط العتبة العلوية المقدسة، ثم انتقلت إلى البيوت المجاورة في محلات النجف القديمة كالبراق والمشراق والحويش والإمارة، وسكنت أسطح المنازل والأبنية العالية، ثم أخذها الناس إلى المحافظات المجاورة وخصوصا إلى العتبات المقدسة في كربلاء والكاظمية وسامراء، فضلا عن الأضرحة والمراقد. فالحمام تبيت ليلها وعيونها ترقب تباشير الصباح الأولى، تجوب في دنيا الأمل وتقضي حياتها بين روحانية المكان المقدس وعبق الذكريات القديمة الجميلة. يذكر الشيخ ياسر جاسم: إنه ليس عجيبا أن يعيش الحمام ويسكن في المرقد، فالمكان مقدس، ووجودها في مكان مملوء بالملائكة والروحانية جعلها طيور مباركة تسر الناظرين. فحمائم الحضرة تحلق في السماء وتقف يوميا على قبة الذهب لتعطر روحها وتمسح ريشها في أقدس مكان، وهي تنظر إلى السماء وتسبح الله ما طلعت شمس وما غربت. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. صدق الله العلي العظيم. ولطالما هجر النجفيون بيوتهم إلى أماكن أخرى بسبب الظلم والتعسف، لكن وحدها الحمائم في مدينة النجف لا تهاجر من وطنها، ذلك إنها اتخذت من الحضرة العلوية الشريفة وطنا سرمديا لها. هذا حمام. لا هذا شنو نوعيته قصدي؟ حمام حضرة. حمام الحضرة. على مدى على شو لما من ساعة قدام من ساعة كان هنا من نار السيارة بس كذا طردوه قريب يقرب عليه عند من ساعة كان هذا من نار السيارة. حبيبي مو ترى ضربني ما شاء الله نحصلون هسه صلين بيت ساعة بس فرصة بس خلاص فرصة صار 3 ساعة 3 صلاة. العالمين.